اللي ما جربش الاختراع ده يبقى فايته كتير قوي. نبدأ كده ونسمي الله ونصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتم. معايا كيلو ونص من البلح الزغلول او البلح الاحمر، غسلته كويس جدا بالميه والخل، وهبدأ اقشره معايا بالشكل ده. وبعد كده هبدأ افتحه كده بالسكينة واشيل النوى واقسم البلح على 4 اجزاء. كده خلاص انا جهزت الكمية بتاعتي. وزنت الكمية بتاعتي طلعت معايا كيلو. هضيف عليها كيلو الا ربع من السكر، وعليها لتر من الميه اللي هو 4 اكواب من الميه، وهضيف عليها شرايح من البرتقال هتدي نكهه حلوه قوي قوي، و8 حبات من القرنفل. اول ما يبدا يغلي معايا لازم اتخلص من الريم. ده كده شكله بعد ما عدى عليه ساعه بالظبط. اي ريم موجود في الجوانب او تسكير كده من السكر بنبدا نمسحه زي ما انتم شايفين كده. دي كده اول مرحله معانا. هوريكم دلوقتي شكلها بعد ما عدى عليها بالظبط كده ساعتين. اول ما يعدي ساعتين بضيف معايا كده عصير ليمونه كامله، وهسيبها تاني 40 دقيقه. وده كده شكل المربى بتاعتنا استوت معانا تمام. هتلاحظوا هنا ان القوام خفيف، بس انا هختبره لكم دلوقتي واحطه على طبق. هسيبه بس لمده دقيقه، هتلاقي قوامه ما شاء الله بدا يتقل بالشكل ده، وكل ما بيبرد بيبقى قوامه زي عسل النحل ما شاء الله. البرطمانات بتاعتنا بتكون معقمه وجافه، بعقمها بميه مغليه واستناها لما تجف معايا تماما، وبعد كده بعبي البرطمانات. وبكده نكون حضرنا احلى مربى بلح ممكن تاكلوها في حياتكم. وده شكل المربى اللي عملناه بالبلح السماني، وينفع اي نوع بلح يا جماعه، مش شرط نوع معين. عايزه اقول لكم دي مش مربى بلح، دي مارون جلاسيه خطيره. اتمنى تشيروا الفيديو ده لانه بجد هيعجبكم.